السلام عليكم، يا رب حضراتكم بخير. هنكمل بيت اخبارنا الاقتصاديه النهارده. يا ريت حضراتكم تعملوا لايك، اشتراك ده دعم مالي القناه، وان شاء الله الفيديو وطلبات اليوتيوب. عندنا تونس في اضراب عمال النقل يشير لحركه المواصلات العامه في المواصلات في العاصمه كلها. عندنا انهيار جديد للعمله، سوريا تخفض سعر الصرف الرسمي للليره. عندنا ارتفاع اسعار التجزئه باسطنبول حوالي 3% على اساس شهري، يعني بين شهر وشهر زادت 3%. عندنا العجز التجاري التركية يتجاوز 110 مليار دولار في 2020. وعندنا هنا الأتراك في المركز الثالث بين المهاجرين لأوروبا بعد الأفغان. عندك السوريين أكتر ناس، بعديهم الأفغان، بعديهم الأتراك، دول أكتر ناس بيقدموا على لجوء في أوروبا. طيب عندنا الخبر دوت ان في اضراب كبير في تونس، زي ما اوروبا فيها اضرابات برضو في دول عربيه فيها اضرابات. نبتدي في تونس، بيقول لك اضراب موظفو حركه النقل البري العامه بالعاصمه تونس عن العمل احتجاجا على التاخير في دفع المكافآت والاجور، مما تسبب بشلل حركه النقل والمواصلات في العاصمه. ده في كل دول العالم طبعا. ده شيء طبيعي في الوقت الحالي. كمان المرتبات لازم تزيد، لان انت التضخم عالي، فانت لازم تزود مرتب الراجل عشان يعرف يعيش، عنده عيال وعنده فاميلي. قال وجيه الزايدي الكاتب العام لجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل: الإضراب سيكون مفتوحا حتى تحقق مطالب موظفي الشركات. ده أوحش حاجة بقى، الإضراب المفتوح ده مش بينتهي وعاملهم يوم تاني، ده صعب، لأن أنت بتعمل شلل تام للعاصمة للمواصلات خالص. الموظفون لديهم التزامات، والبعض يجد نفسه غير قادر على سداد قروضه. وقال الاتحاد الذي يضم أكثر من مليون عضو أنه سيكون هناك إضرابا آخر لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26، يعني كله بقى، يعني في 25 و26 كله هيعمل إضراب. يبقى في شلل تام في تونس في كل حاجة بتتحرك. القانون التاني احتجاجا على مواصفاه بتهميش الحكومة والشركات العامة. كله محتاج فلوس يا جماعة، زي ما حصل في انجلاند، كل يوم في إضراب جديد. طيب عندنا انهيار جديد للعملة، سوريا تخفض سعر الصرف الرسمي للليرة. ذكر البنك المركزي السوري في بيان الاثنين أنه خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500. يعني في السوق اللي بره اللي هو السوق الموازي أو السوق السوداء، الدولار بيجيب 6500 ليرة. كان السعر الرسمي 3015، دلوقتي زودوها 50%، بقت 4522 ليرة. يعني قللوا الليرة، بقت 50% كمان الدولة. وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن الصراع المستمر منذ سنوات وعقوبات غربية وأزمة عملة ترجع في جانب منها انهيار مالي في لبنان، وإلى جانب فقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي. ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع، وزاد المصاعب ليجد السوريون صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من السياسات الأخرى. وبات الوقود شحيحا للغاية، مما أجبر الحكومة على تقنين استهلاك الكهرباء بل وإغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع. وكان سعر الليرة 47 دولار قبل انتهاء الاحتياجات على رئيس بشار الأسد، بس برضو كان ليها سعر تاني مختلف خالص بره. يعني كان ليها علاقة بسوريا، لأن كنت ببيع الإنترنت بتاعت سوريا كلها كانت عن طريق الشركة الأجنبية اللي كنت شغال فيها، فالسعر ده طبعا مش دقيق. طيب هنشوف هنا حاجة كده. الأتراك عندهم مشكلة كبيرة جدا. التضخم، ارتفاع أسعار التجزئة، وده التضخم 3% شهر عن شهر، وده مشكلة كبيرة. بيقول لك قالت الغرفة التجارية في اسطنبول أن أسعار التجزئة في اسطنبول أكبر مدن تركيا ارتفعت 3% على أساس شهري في ديسمبر. كانون الأول تسجل زيادة سنوية 92%. 92 يعني 93% التضخم يا جماعة، ده كارثة. وأضافت الغرفة التجارية أن أسعار البيع بالجملة في المدينة التي يسكنها نحو خمس تعداد التركية البالغ 84 مليون ارتفعت 3.7% على أساس شهري في الفترة نفسها، لتسجل زيادة سنوية 81% في السنة. 81%. شايفين حضراتكم التضخم بيروح يا جماعة في حتة تانية خالص في تركيا بجد. وده هرجعنا لحاجة مهمة جدا. بصوا هنا، ده خبر بصراحة غريب، مكنتش متوقع خالص ان اقراه. ده حضراتكم الاتراك في المركز الثالث بين المهاجرين الى اوروبا بعد الافغان. طبعا سوريا الاول، بعد كده افغان، بعد كده الاتراك. واكتر دولة هي المانيا، النمسا، اسبانيا، فرنسا، اللي هو بيعملوها لجوء. طبعا انا مش متوقع الوضع كده في تركيا، لان عارف ان هي دولة بتصنع، فبصراحة بقيت شوية كونفيوز في موضوع تركيا ده. انا عارف في المانيا كويس عن الاتراك على طول وليهم مشكلة كبيرة مش هينفع احكيها على كده، يعني ممكن نحكيها في
ميتنج ولا حاجه، ليه مشكله كبيره ان هم مش بيحبوهم الالمان نتيجه حاجه مهمه جدا، ان التركي اما بيروح تركيا ما بيشتغلش، بيعيش على الاعانه. انتوا عارفين في المانيا في احسن نظام اعانه في العالم، اللي هو بيديك اعانه وانت قاعد في البيت، بيديك اعانه، بيديك زي مرتبك بالظبط انت كنت المفروض تاخده لو انت شغال الشغلانه دي، بيدفع لك ثمن البيت، بيدفع لك كل مصاريفك، بيديك على كل عيل عندك 350 يورو. فهم بيعيشوا على الحاجات دي في تركيا. في بالك ان هم عواطليه، يعني الالمان بيقول لك عليهم ان هم عواطليه، بس اللي انا لما اتعاملت مع الاتراك، لا الاتراك مش عواطليه خالص، الاتراك بيشتغلوا زي، تقول لي بقى ايه يعني، شوف الصينيين بيشتغلوا ازاي، الاتراك بيشتغلوا اكتر منهم. فهل السيستم هو اللي خلى الاتراك كده في المانيا؟ احتمال كبير. لكن الاتراك ناس بتشتغل بقوه فظيعه. بقول لكم يا جماعه بيشتغلوا في تركيا من 8 ل 9 بالليل، والله يا جماعه بيشتغلوا ما بيهمدوش. فغالبا السيستم في المانيا هو اللي بيخلي الناس بيبقوا كسلانين. على فكره مش بس الاتراك اللي عندهم المشكله دي، هتلاقي ان الناس اللي هم مقدونيا، انا يعني والدتي من مقدونيا برضو كده، كل الدول يعني السيستم بتاع المانيا بيخليك مرحرح لان هو بيديك راحه كويس. ولكن اللي بيشتغل في المانيا وبيظهر بيبقى غني قوي يا جماعه. اللي بيعمل بيزنس في المانيا بيبقى غني قوي قوي، يعني كان دكتور ولا مهندس ومشهور بيعمل بيزنس حلو قوي قوي قوي. المهم اللي نرجع تاني للخبر، الاتراك في المركز الثالث من اللي بيقدموا على من المهاجرين الى اوروبا، هم اكتر ناس بيقدموا على اللجوء بعد روسيا وافغانستان، بتيجي تركيا. طيب العجز التجاري في تركيا يتجاوز من 110 مليار دولار في 2022. حضراتكم هتشوفوا الكلام ده بالظبط حصل في كوريا. اكتر انتاج حصل لكوريا السنه دي، اكبر تصدير حصل لها 2022، ومع ذلك عندها عجز كبير. العجز ده يا جماعه نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه، لكن تركيا اكتر بلد عملت فيها انتاج هي 2022 زيها زي كوريا الجنوبيه. تركيا دوله صناعيه بامتياز يا جماعه، عشان كده انا استغربت جدا من موضوع اللاجئين دوت، موضوع الناس اللي بتمشي بجد، مش عارف ايه السبب. يعني في حاجه مش تمام، يعني بالنسبه لي مش واضحه في الحته دي بصراحه، فانا بعرضها على حضراتكم زي ما عندي. بقول لك ارتفع العجز التجاري في تركيا نسبه 138% في العام السابق إلى 110 مليار دولار في 2022، بعد أن زادت الصادرات 13% إلى 254 مليار. شفتوا رغم الصادرات زادت تقريبا قريب من النسبة، يعني ضعف النسبة بتاع كوريا الجنوبية، ومع ذلك الاثنين عندهم عجز. يقول لك بقى وقفزة الواردات 34% إلى 364 مليار دولار. هي دي المشكلة. الواردات كلها إيه بقى يا جماعة؟ مواد بترولية ونفط وغاز والكلام دوت. واتزع العجز التجاري في ديسمبر ب 52% مقارنة بالعام السابق إلى 10 مليار دولار، مع زيادة الصادرات 3% إلى 22.92 مليار دولار، وارتفاع الواردات إلى 14% إلى 33.3. من جانبه قال رئيس الدولة أن صادرات بلاده سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، مضيفا أن صادرات الاتحاد الأوروبي زادت 12% في 2022. شوف، على الرغم أن هي عمل أعلى صادرات على الإطلاق ومع ذلك عنده عجز. عشان تعرفوا حضراتكم العجز ده جاي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والطاقة. بقول لحضراتكم كوريا الجنوبية وتركيا أكتر بلاد صدرت، أكتر سنة صدرت فيها السنة دي 2022، ومع ذلك عندهم عجز. أتمنى كنت حضراتكم لا تعملوا لايك وسبسكرايب. متشكر جدا.